هنعمل القرنبيط الكريسبي مع بعض ان شاء الله، وهيفضل معاكي مقرمش لتاني يوم حتى بعد ما يبرد، مش هيشرب ولا نقطة زيت. خفيف جدا، وهنعمله بطريقة اقتصادية وببيضة واحدة وبدون حليب. حط لايك للفيديو وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا يا بنات قرنبيطة زي ما انتم شايفين كده متوسطة الحجم. هتجيبيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، هتجيبيها اللي هي متماسكة مش مفرغة، علشان لما نيجي نعمل الخلطة بتاعتنا ما تنزلش منها واحنا بنعملها. تمام كده. هنقطعها صغير زي ما انتم ما شايفين، وهنجيب حله وهنحط فيها معلقه ملح ومعلقه كمون. معلقه تكون صغيره يا بنات زي ما انتم ما شايفين كده، ومعلقه الملح علشان خاطر نخليه محيق شويه ما يبقاش عادم خالص، ومعلقه الكمون اللي احنا حاطينها دي عشان الغازات. تمام كده. اهم حاجه بقى وانت تسلقيه نص سلقه، مش عايزاكي تهريه قوي، لانك انت لو هريتيه قوي هتيجي تعمليه في الخلطه وتيجي تسويه هيبقى مهري في بقك ومش هيبقى له طعم. تمام كده. احنا خلاص كده سلقناه السلقه المتوسطه. يا ريت تسلقيه كله في مره واحده، تكون ما عندك حله كبيره وتحطي كل المقدار مره واحده عشان تخلصيه، وبتطلعيه زي ما انت ما شايفه كده وتحطيه في اي صينيه او اي بوله عندك، وتبداي تشطفيه شطفه كويسه تحت الحنفيه بحيث ان هو ينزل كل الميه السخنه، لانك طول ما انت سايباه بالميه السخنه هيفضل يستوي معاكي. وهنعمل الخلطه بتاعتنا. معايا بوله هنا يا بنات، هنزل عليها بكوبايتين من الميه، وهنزل عليهم ببضايه بحجم متوسط ايا كانت البيضه اللي موجوده كبيره او صغيره هتفي بالغرض. ومعايا هنا معلقه صلصه كبيره هرميه، دي معموله صلصه ساده كده يا بنات، انا عاملاها في الفريزر وباخد منها واشتغل منها، وبحط لها الملح براحتي، ما بحط لهاش اي حاجه، بتتسبك على النار فقط لا غير. ومعايا هنا فصين من الثوم او 3 بالكتير قوي، وهنزل عليهم بمعلقه خل كبيره، وهنزل عليهم بشبت وبقدونس وكزبره. انا اخدت الورق بتاعهم بس العروق ما اخدتهاش. وهنزل عليهم بكوبايه ونص من الدقيق، وهبدأ ان انا بقى انزل عليهم بمعلقتين من النشا علشان تدينا القرمشه، بس ما تبالغيش في النشا قوي بحيث ان هي ما تنشفش معانا. وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهتبداوا تقلبوا زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بحيث ان كل المكونات اللي انتم شايفينها دي تتجانس مع بعضها. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. انا معايا معلقه صغيره من البابريكا، وهنزل عليها بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الكركم، وهنزل عليها بربع معلقه من الكزبره، وهنزل عليها بربع معلقه من الكمون، وهنزل عليها بمعلقه من الملح. ودوقي برضو الملح، ربما يحتاج ان هي تتحيق عن كده شويه، ظبطي الملح بتاعها، دوقي بلسانك كده حاجه بسيطه بطرف صباعك. ومش عايزاكم تبالغوا في الكمون لانه هيمرر معاكي لو كترت كمون قوي. تمام كده يا بنات. وتقلبوا لحد ما المكونات دي كلها تتجانس، ومش عايزين اي حاجه مش دايبه، وتلمي كده بالاسباتيولا بحيث كل الحروف اللي موجوده ديت تنزل في قلب الخلطه بتاعتك. ربما يكون فيها دقيق ولا كلاكيع ولا حاجه، تنزل كلها زي ما انتم ما شايفين كده. ناخدها بقى ونحطها على جنب، ونبدأ نعمل المكونات بتاعتنا الجافة. أنا معايا هنا كوباية ونص من الدقيق، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار هرميين من النشا، وما تزودوش أكتر من كده نشا يا بنات علشان الخلطة بتاعتنا تبقى مظبوطة وما يبقاش ناشف معانا. وهتنزلي عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر تكون ممسوحة يا بنات. وهننزل بنفس البهارات اللي نزلنا بيها على الخليط السائل بتاعنا. أنا معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وربع معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكركم، وربع معلقة كمون، ومعلقة من الملح. هنبدأ نقلب الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، برضو عايزينه يتجانس، مش عايزين حاجة ركنة هنا ولا ركنة هنا. تقلبي كويس وتتأكدي انه كله تجانس وبقى زي الفل. نبدأ بقى ناخد القرنبيطة بتاعتنا نحطها في الخليط السائل، وننزل بيها على الدقيق بتاعنا اللي احنا حطينا له التوابل ده يا بنات. الكفر الخارجي اللي هيخليها تبقى متماسكه وهتديكي القرمشه اللي زي الفل. بس في معلومه هنا يا بنات ضروري لازم اقولها لكم، لما تكونوا هتعملوا ما تعملوش كميه وانتوا واقفين بكتير، 2 أو 3. ليه؟ لانك لو عملتيهم وحطيتيهم لحد ما الزيت يسخن ويبدا ان انت تقليهم حبه بحبه، الكفر الخارجي بتاع الدقيق دوت هيبدا يختفي، واحنا مش عايزينه يختفي. احنا عايزين الدقيق يبقى مغلفه، واول الزيت بتاعك ما يسخن تبداي تنزلي فيه بسرعه علشان خاطر الدقيق اللي فيه ما يبداش يقع. تمام كده. والزيت بتاعنا ما يكونش سخن قوي، يكون متوسط الحراره، عشان مش عايزينه اول ما ينزل يستوي على طول. وتنفضيها بايدك كده بحيث ان كل الدقيق الزياده ينزل منها. تمام كده. ماشيين مع بعض واحده واحده، انا مش عايزاك تتوهي مني. اهم حاجه يا بنات معلومه الزيت، اوعي تخلي الزيت زياده عن اللزوم سخن. وتقطعي القرنبيطه بالحجم اللي انت شايفاه ده. حاسه ان هي كبيره شويه، يعني بقدر المستطاع ما تصغريهاش قوي. تقدري تصغريها عن كده بس ما تصغرهاش قوي، بحيث ان انت لو صغرتيها او جيتي تقليها هتحسي ان هي بقت ناشفه. لكن لما تبقى برضو فيها شويه لحم كده او متوسطه الحجم هتبقى كويسه. يعني خلينا في خير الامور الوسط.
وانت بتقلي بقى انا مش عايزاكي ايه تسيبيها مده على الوش ده وبعدين ترجعي تحطيها على الناحيه التانيه، لا انا عايزاكي وانت بتقلي زي ما انت ما شايفه كده تفضلي تقلبي فيها. خلاص اتشمعت معاكي بسيط، تبداي بقى ان انت تقلبيها على الوش التاني زي ما انت ما شايفه كده، بحيث ان انت تفضلي تقلبي فيها لحد ما هتديكي اللون اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي كده. وما تمليش الطاسه قوي بحيث ان هي الحراره بتاعت الزيت ما تقلش الدرجه بتاعتها فيبدا يشرب منك زيت كتير. شايفين يا بنات اللون ده؟ انا عايزاكم تعملوها باللون ده كده، وتصفوه كويس من الزيت يا بنات بعد ما ياخد درجه السوا بتاعته المظبوطه. وتبداوا تجيبوا طبق وتحطوا فيه مناديل مطبخ وتنزلوها عليه، هيبدا لو في اي نقطه زيت هتلاقيها نزلت واخدته، مع ان هو مش هيبقى شارب لان الكفر اللي احنا عاملينه ده كفيل بان هو ما يخليهوش يشرب نقطه زيت. والله يا بنات عن تجربه هيعجبكم جدا جدا. وده وقته، وقت بقى الشتاء خلاص داخل علينا اهو، تبداي تعمليه واكله مغذيه وجميله جدا. وبعد ما تخلصي الحبه دول تبداي تعملي التانيين وتبداي تنزلي بهم، يعني الحبه اللي لسه موجودين معاكي تبداي تعمليهم بنفس الطريقه. نفترض ان انت مش عايزه الكميه كلها، خلاص الباقي بتفرزيه في قلب الفريزر. بس يا بنات لازم تبقوا عارفين اللي بتفرزيه في الفريزر بيبقى يا دوبك بينزل في قلب الميه وتطلعيه في ساعتها. ده لو مستوي شويه وسبتيه في الفريزر، الفريزر بيسويه تمام كده. عايزاكوا بقى تشوفولي الجمال والحلاوه، قمه في الجمال. لو انا بعرف اعملها في المونتاج يا بنات كنت عملتها وسمعت لكم صوت القرمشه، كانك بتاكلي فراخ من كنتاكي، حاجه كده سبايسي، حاجه كده مقرمشه ملهاش حل، حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، نفسي اعرف اسمعها لكم بس للاسف انا ما بعرفش اعملها في المونتاج. ونسيت اقول لكم يا بنات، لو اتبقت منكم خلطه اوعوا ترموها، احفظوها في قلب كيس او برطمان وحطيها في قلب الفريزر، وبعد ما تيجي تعملي تاني قرنبيط طلعيها واشتغلي بيها. تحفه يا بنات، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.